خليني أقول لك على حاجة غريبة شوية. لو أنت شخص بتحب تبقى مميز أوي عن اللي حواليك، تحب تبقى الأغنى في المكان، أو ببساطة الشخص المختلف عن الكل، ممكن ألمانيا ما تكونش هي المكان اللي أنت متخيله. مش لأن النجاح مستحيل هنا، لكن لأن المجتمع الألماني اتبنى بطريقة معينة. في دول كتير الاقتصاد بتاعها بيبقى شبه سباق، ناس قليلة جدا بتوصل للقمة والعدد الأكبر بيفضل تحت. لكن ألمانيا حاولت تعمل حاجة مختلفة، اللي ممكن أقول عليها بعد هنا سنتين، بدل ما تصنع نجوم قليلة حاولت تصنع مجتمع كامل من الناس المستقرين اقتصاديا. لكن السؤال الأهم، ليه دولة كاملة تحاول تخلي أغلب الناس في مستوى متقارب؟ عشان نفهم ده لازم نفهم فكرة بسيطة في الاقتصاد. الاقتصاد مش بيقوى بس لما يبقى فيه فلوس كتير، الاقتصاد بيقوى أكتر لما الفلوس تتحرك ما بين الناس. يعني إيه تتحرك؟ خلينا ناخد مثال بسيط. شخص مرتبه هنا في ألمانيا 3000 يورو، هيدفع إيجار بيت، هجيب أكل من السوبر ماركت، هيدفع اشتراك النت بتاع الموبايل، هيدفع تصليح العربية، هكذا وهكذا وهكذا. كل مرة بيصرف فيها الفلوس بتروح من شخص للتاني، صاحب البيت، صاحب السوبر ماركت، الميكانيكي، الحلاق، والناس دي بدورها بتصرف الفلوس تاني لناس تانية، وهكذا الفلوس تفضل تلف ما بين الناس بشكل سريع ومستمر. الاقتصاديين بيسموا ده سرعة دوران رأس المال. كل ما الفلوس تتحرك أكتر وأسرع، كل ما الاقتصاد يبقى أقوى. بس إيه بيحصل لما الفلوس تتركز عند ناس قليلة؟ يبقى خلينا نتخيل سيناريو تاني. اقتصاد مثلا في فجوة ضخمة ما بين الأغنياء والفقراء، أغلب الفلوس موجودة عند عدد قليل جدا من الناس. في الحالة دي الشخص الغني جدا ده مش هيقدر يستهلك الاقتصاد كله. يعني ببساطة مش هيشتري 50 ولا 100 كوباية قهوة في اليوم، ولا 20 ولا 30 وجبة غدا. فمهما كان حجم الغنى، الاستهلاك ليه حدود. فإيه اللي بيحصل في الحالة دي غالبا؟ الفلوس بتروح لاستثمارات، لأسهم، لعقارات، وما إلى ذلك. وهنا الفلوس بتبدأ تتحرك ببطء في الاقتصاد، بدل ما تلف ما بين الناس بشكل سريع زي ما وضحنا في الحالة الأولانية بتحصل في الخدمات اليومية. وهنا نيجي بقى للنقطة المهمة. لما الفلوس تتركز جدا عند ناس قليلة، الاقتصاد الحقيقي ممكن يضعف، الطلب يقل، الشركات تقلل الإنتاج، ولما يحصل أي زيادة مفاجئة في الطلب، الأسعار ممكن تترفع بسرعة جدا. وده جزء من أسباب عدم استقرار الأسعار والتضخم. لكن لما بيبقى في طبقة متوسطة كبيرة، الطلب في الاقتصاد بيبقى مستقر ومتوقع، لأن الناس بتصرف بشكل طبيعي ومستمر. الشركات تقدر تخطط وتتوقع الإنتاج، وده بيساعد الأسعار تبقى أكثر استقرار. القصة في ألمانيا بالأخص بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. زي ما الأغلب عارف إن بعد سنة 1945 كانت ألمانيا مدمرة تماما. حوالي 20% من المساكن كانت اتدمرت، الاقتصاد كان منهار. وفي سنة 1948 حصل حدث مهم جدا. الحكومة عملت إصلاح للعملة وقدمت العملة الجديدة وقتها هي المارك. دي كانت إعادة بناية الاقتصاد. لكن الأهم كانت الفلسفة الاقتصادية الجديدة. اقتصادي ألماني اسمه لودفيج إيرهارد قدم فكرة اسمها اقتصاد السوق الاجتماعي. فكرة ببساطة إن السوق حر، لكن المجتمع لازم يفضل متوازن. في الخمسينات حصل شيء مشهور جدا اسمه المعجزة الاقتصادية الألمانية. في أقل من 15 سنة اقتصاد ألمانيا الغربية تحول من اقتصاد مدمر بالكامل إلى واحد من أقوى اقتصادات العالم. وواحدة من أسرار الاقتصاد الألماني هي قطاع اسمه الميتلشتاند، وهي ببساطة الشركات المتوسطة. 99% من الشركات في ألمانيا هي شركات صغيرة ومتوسطة. الشركات دي بتوظف حوالي من 60% من العمالة في البلد، يعني قوة لا يستهان بها على الإطلاق. كتير منها شركات عائلية بقالها 50 وفي شركات بتوصل ل 100 سنة. أغلب الشركات دي بتصنع منتجات صغيرة جدا، مش لازم تبقى حاجات كبيرة، لكنها بتبيعها طبعا في البلد وبتبيعها للعالم كله.
عامل مهم جدا للحفاظ على الطبقة المتوسطة في ألمانيا هو التعليم. في معظم الجامعات الألمانية الرسوم الدراسية شبه معدومة. ده بيخلي الوصول للتعليم العالي حاجة ممكنة لفئات كتير جدا من المواطنين الألمان. غير إن في حاجة مشهورة هنا اسمها التعليم المزدوج، اللي بيسمح ما بين الدمج ما بين التدريب والتوظيف والشغل. ممكن الناس بتشوف فيديوهات كتيرة على اليوتيوب بتتكلم على الأوز بيلدونج والحاجات دي. ده بيسمح إن في مئات الآلاف من الشباب كل سنة يخشوا النظام ده ويطلعوا لسوق العمل بمهارات وحرف وصناعات ومهارات حقيقية. لكن الموضوع مش اقتصاد بس. دي من الحاجات اللي أنا لاحظتها بشكل شخصي ودفعتني إن أنا أفكر إن أنا أعمل الفيديو ده. المجتمعات اللي بيبقى فيها فجوة كبيرة جدا ما بين الأغنياء والفقراء يظهر ضد الطبقي. الناس الفقيرة بتحس إن النظام الإداري أو النظام الاقتصادي ظالم والأغنياء بيعيشوا في عالم منفصل. لكن لما أغلب الناس يبقوا في مستوى اقتصادي متقارب، مش بقول الكل لأن ما أعتقدش إن ده ممكن يبقى ممكن، لكن الأغلبية في بلد واحدة يبقى في نوع من أنواع التقارب، الوضع بيبقى مختلف. الفوارق أكيد موجودة ما بين الوظائف بس مش صادمة. ده بيقلل بشكل من الأشكال التوتر في المجتمع. أما من منظور علم النفس الاجتماعي، المجتمعات اللي بيبقى فيها طبقة متوسطة قوية بيبقى فيها ثقة أكبر بين الناس، جرائم أقل، واستقرار أكبر. وده لأن الناس عندهم حاسة إن في حياة مستقرة ومش حاسين بفرق كبير جدا ما بينهم وبين الآخرين، فرق ممكن ما يبقوش قادرين إن هم يجيبوه، لا بيبقوا حاسين إن الموضوع مش بعيد. النهاية، السر الحقيقي في الاقتصاد الألماني مش بس التكنولوجيا ولا الصناعة. السر الحقيقي ممكن يكون أبسط من كده بكتير. عدد كبير جدا جدا عايشين حياة مستقرة في الطبقة المتوسطة. أكيد ليه سلبيات، بس إحنا في الفيديو ده بالأخص بنناقش إيجابيات الموضوع، لأن في دول ليها نظام مختلف تماما زي الولايات المتحدة، يعني مختلفة تماما عن ألمانيا. في الحالة اللي إحنا بنشرحها، إحنا بنشرح الوضع ده، الفلوس بتلف بشكل أسرع، الاقتصاد نشيط، الفجوة بين الطبقات مش كبيرة. كده ممكن نقول إن ألمانيا هي بلد المتوسط المجتهد. المتوسط هنا أنا قصدي بيها المتوسط بالمقارنة مع البلد يعني المتوسط هنا ممكن يبقى في مستويات أعلى وأعلى من أي بلد تانية، بس أنا بتكلم على نطاق البلد. وبتكلم بالأخص على ليه إن الناس اللي عندهم النزعة الفردية أو النزعة التنافسية عالية في أول إقامتهم في ألمانيا أو لما يجوا يصطدموا بالمجتمع هيحسوا إن الموضوع مش متعب شوية نفسيا. الناس أغلبها شبه بعض، مفيش حد مميز بالشكل اللي عيون الجميع بتقع عليه، إلا طبعا الحاجات الرياضية أو ما إلى أو إلى ذلك. لكن بشكل عام الناس كلها شبه بعض وعندها نفس الممتلكات وجربت نفس الحاجات وبتشتري نفس المنتجات. أقدر أقول إن ألمانيا بلد المتوسط المجتهد، لأن النظام كله اتبنى عشان يخلي الناس تعيش حياة مستقرة وقريبة من بعضها اقتصاديا. أشكركم جدا وإلى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامة.